كنت قُلت إن أنا ترشيحي الشخصي لأول رياضة ممكن أبتديها لطفلي هي السباحة عشان الأمان، وثانيًا إن هي رياضة ممتازة. طب هل هو الموضوع مقتصر على السباحة بس؟ لأ، هو من سن 3 ل4 سنوات أنا تقريبًا أقدر أبتدي له أي رياضة أنا شايف إن هي مناسبة أو أنا شايف إن الولد مشدود ليها. سباحة، ممكن جمباز، ممكن باسكت، ممكن فنون قتالية زي الkick boxing والboxing والكلام ده بيبتدوه من سن 3 سنين و4 سنين. رياضات كتيرة جدًا، ممكن كرة قدم، ممكن أي حاجة، ولكن النقطة هنا مش في الرياضة اللي هو هيتمرّنها، أكتر من إن أنا ما أكونش محكّم رأيي وأنا اللي مختار الرياضة اللي لازم يكمّل فيها. دلوقتي أنا راجل باحب كرة القدم جدًا وعايز ابني يطلع ميسي، فهاقوم ماسكه مودّيه الفريق ويتمرّن ويتطحن من وهو عنده 3 سنين و4 سنين. شهر، شهرين، 3 ولقيت الولد مش مبسوط، مش متكيّف مع الموضوع، ما عندوش المهارة اللي بتطلع في الأول دي، يبقى بلاش، مش لازم أنا اللي أحكم عليه، ومش لازم برضه أسيب له حرية الاختيار 100%، ولكن لازم يبقى الموضوع 50-50 كده. دخّلتك حاجة لقيتك مش مبسوط، هو لازم أصلًا تبقى مبسوط، أنت رايح تتمرّن مش رايح تتعاقب، فلأ، أشوف له رياضة تانية. طيب إيه الحل الأمثل؟ إن أنا في سِن صغير ده أقدر كل 5، 6 شهور أجرّب له رياضة جديدة، إيه المشكلة؟ مش هيحصل حاجة. أدخّله الأول سباحة 6، 7 شهور، أدخّله جمباز 6، 7 شهور، أجرّب معاه كاراتيه، أجرّب معاه kick boxing، أجرّب معاه كرة قدم، يشوف ويتفرّج لحد أمّا ألاقيه هو قفش في لعبة وفعلًا دي الرياضة اللي ممكن يكمّل فيها ويخرّج فيها طاقته ويبقى مكوّن فريق ويبقى حابب المدرب. في جوانب كتيرة جدًا، جدًا، جدًا لازم أبُص عليها وأنا بامرّنه، مش قصة إن هو الجمباز أحسن حاجة للسِن ده يبقى هو تكمّل فيه بقية حياتك، لأ، هي ما بتتقاسش كده. بالذات في السن الصغير دايمًا حاولوا تدوّروا على الرياضة اللي هو بيلاقي فيها متعته، وبيلاقي فيها أصدقائه، وبيقرّب من المدرب أكتر، ويكون المدرب قادر يحببه في اللعبة دي، وساعتها تقدروا تخلّوه يكمّل في الرياضة دي.